ازاي الحال؟ احنا طول الوقت بنسمع مصطلحات كده ما بنبقاش فاهمينها قوي، بس نلاقيها اتبدرت في الدنيا زي الراجل التوكسيك. ايه الرجاله تسكت؟ لا ما يسكتوش، ياخدوا حقهم على طول. قالك لا ما هو في ستات توكسيك. طب يا جماعه احنا رايحين فين بكل التكاسي اللي ماشيه في الشارع دي؟ مش عارفه. فعشان كده قلت في قعدتنا الرايقه مع اصحابنا مش عايزين نتكلم على الناس العجيبه دي، لانه انا ببص على السوشيال ميديا بشوف حاجه غير الحقيقه. ابص حواليا اخواتي واصحابي واولادي واصحاب اصحابنا، انا ما بشوفش الكلام ده. فقلت اجيب بقى اصحابنا ونقعد نتكلم عدل في الموضوع ده. معانا النهارده صديقي العزيز، مش عايزه اقول ابني عشان ما يكبرنيش، مينا. ومينا بقى بيعمل حاجات كتير قوي، بيمثل ليه ادوار كتير قوي انتوا اكيد عارفينها، بس اشهرها اللي يعني لضمت قوي مع الشباب ريفو، ماشي. ودكتور، وبيشتغل كمان توعيه بالفن، ودي حاجه انا بحبها قوي. ومعايا صديقتي الغاليه نهى، ماسكه حاجه مهمه جدا في المجلس القومي للمراه، اللي هي برنامج عظيم للمقبلين على الجواز واللي متجوزين فعلا، اسمه معا لنبقى. ومعانا كمان الدكتوره داليا هتقول لنا بعد ما الدنيا تمشي كويس لو باظت انتوا بتشوفوا في عون حاجات ازاي ما نوصلش عندكم. شوف انا مش قاعده اجيب لك زباين على فكره، انا قاعده امنع عنك الزباين. فخلينا ابدا بمينا علشان ما يقولش بنميز ضد الرجاله. شفت 3 على 1 حرام بس عشان نبقى متفقين. طب 4 على 1. فانت قول لي بقى ازاي العلاقات تبقى صحيه؟ سيبك من الترندات اللي على السوشيال ميديا، ازاي العلاقات تبقى صحيه؟ انا بحس انه في حاجتين مهمين بيقعوا في وسط الضغوط اللي احنا دلوقتي بقينا في عالم ايقاعه سريع جدا. السوشيال ميديا بتدي افكار وانطباعات مش بالضروره تبقى سليمه وتطبق على كل العلاقات. أيوة. يعني في حاجات فعلا مشاكل في العلاقات، بس الناس بتطبق كل حاجه على كل حاجه. وبقى في حاله من الخوف او التربص بالطرف الاخر. يعني أوكي. الراجل بقى خايف من الست والست خايفه من الراجل، كانها طول الوقت هيأذيها والعكس صحيح. فده بيخلق حاجه، وبقى في نوع من عدم التواصل بيحصل ما بين الطرفين. طب ده جاي منين؟ يعني حاله الخوف دي وعدم التواصل جاي منين؟ المفروض انه في مدارس مثلا يشتغلوا مع بعض، في نوادي، فرق رياضيه. الناس ما بقتش بتتكلم. يعني في حاجات بنحس ان هي كانها مفهومه ضمنيا والناس ما بتتكلمش فيها. انا بعمل اللي اتربيت عليه واللي اهلي شافوه وبتحرك عليه، بس مش بالضروره ان هو ده اللي يبقى مناسب لشريكه حياتي او البنت اللي انا بحبها. لانه انا اعتقد ان احنا في الاخر كلنا جعانين حب. يعني جعانين حب، جعانين حب من اهالينا، جعانين حب من العلاقه اللي احنا، من الاصدقاء، من العلاقات اللي احنا هنخشها. فانت بتتحرك من حب لحب، وبعدين بعد كده يعني من حب اهلك لحب الاصدقاء لحب حد بشكل مختلف خالص، وبعدين بتقرر ان الشخص ده انت عايز تبدا معاه العلاقه. ففي لقطه بدايه العلاقه هي دي بقى اللي لازم يبدا يحصل فيها تواصل، وتبقى بتاسس لتواصل ممتد. لانه انت لو حتى دخلت علاقه وباظت وبعدين دخلت في علاقه تانية، انت اللي ينطبق على العلاقه الاولانيه مش بالضروره ينطبق على العلاقه الثانيه. فانت لازم تتواصل، ما تطلعش بعقده يعني، ولا بعقده ولا بدروس مستفاده برضو. لان ممكن الدروس لان الدروس طول الوقت اقول الدروس ناخد كل زو على ما مش مهم، بس ايه الدرس المستفاد؟ ما انت تاخدي الدرس المستفاد ده تروحي تابلايت على الست الثانيه تقول لك لا انا الدروس المستفاده بتاعتي حاجه ثانيه. فلازم تسمعها، لازم تشوفها، لازم تحس هي حاسه بايه، شايفه ايه، وحسب انت وتفهم نفسك. لانه برضو بحس ان اجيال مختلفه في طبقات اجتماعيه مختلفه مش بالضروره ان هم يكونوا عارفين عن نفسهم كفايه اللي تخليه يقدر يتواصل او تقدر تتواصل مع شريكها. طب عشان اقول الكلام مش تخين قوي كده، حاسه انك بتقول كلام تخين يا مينا. طب اوكي حاضر. اللي هم مش عارفين عن نفسهم كفايه، بمعنى انه مش عارف عايز ايه، هو نفسه ما قعدش مع نفسه يسال نفسه عايز ايه وحاسس بايه. وحاسس بايه. طيب نهى، انت بتشتغلي مع الشباب، في حاجه كده غريبه جدا. في ناس تحسسك ان الشباب مش عايز يتجوز خالص، وفجاه يجي الصيف وكاننا في موسم التزاوج. كل يوم عندنا يا خطوبه يا فرح يا كتب كتاب يا بتاع. يعني ايه بقى، ايه الحاله الموجوده وايه المشاكل اللي الناس بتقابلها في الارتباط ممكن يأثر على العلاقه ويخليهم يفكوا؟
يعني انا الناس اللي احنا بنقابلهم في اللقاءات اللي بنزل فيها اللي هم مخطوبين فعلا. مخطوبين فعلا. أوكي. او حتى بنروح للشباب والبنات اللي في الجامعات اللي هم داخلين بقى على فكره الارتباط. اوكي. البنات والشباب حتى اللي بيقول لك ايه، لا انا مش عايزه اتجوز، مفيش حد مش عايز يتجوز. هي الناس بس مش صريحه مع نفسها. مفيش حد مش عايز يعمل علاقه مستقره ويبقى في طرف تاني. اصل دي فطره ربنا ان الراجل يبقى مع الست والست تبقى مع الراجل. والله دي فطره ربنا. وعايزه البس فستان. لا انا املي هنلبس فساتين. مش عايزه حاجه تاني. طب يلبسوك الفستان وبعد كده بقى نشوف مشكلتهم. احلامي صغيره قوي يا جماعه. يعني دايما بقعد اقول لهم خليكم صراحه مع نفسكم، يعني بلاش نضحك على نفسنا. حتى لما يجوا يختاروا شريك الحياه، الخطيب يعني او الخطيبه تقعد تقول ايه، هو ده المناسب. لما بتتخطب بقى وطول الفتره بتلاقي لا ده مش المناسب، وتلاقي بقى علامات عماله تطلع لها كده، بس عشان احنا بنضحك على نفسنا برضو ان انا لازم اكمل وخلاص، طالما بدات حاجه لازم اكملها. طب ليه؟ هو ما فيش حد يعني بيكتب وراكي او ورقه وقلم. الناس زي ما قال دكتور مينا مش عارفين نفسهم عايزين ايه. يعني الست مش عارفه هي عايزه ايه من الراجل، والراجل مش عارف هو عايز ايه من الست. مش كل احتياجاتي زي احتياجات دكتوره داليا، مش كل احتياجات مينا زي صاحبه. كل واحد كل شخص وعنده مشاعر معينه واحتياجات معينه عايز يلبيها. طيب انا عايزه داليا صححيني كده، احنا عندنا ثقافه بترفض الرفض. يعني نشوف شباب ارتبطوا، ولد وبنت او شابه وشابه، سواء ارتبطوا رسمي او يعني بيعطفوا ويلطفوا، ودي مرحله اللي هي طبيعي انه احنا بنشوف احنا قد ايه ماتشنج مع بعض، قد ايه مناسبين. فلو الولد قال انا مش قادر اكمل، الاقي البنت منهاره وكانها ضحيه وهي مستكتره عليه حقه في انه هو يقول لا. والعكس صحيح، لو البنت قالت لا بنلاقي الولد واخدها على قلبه قوي وعلى رجولته وعلى بتاعه، وصل لمراحل ان في جريمه يعني لمجرد انها رفضت الارتباط او الخطوبه. انت شايفه ده ازاي؟ يعني هل دي ظاهره ولا بس انا اللي ببص من بعيد كده ومش متخصصه؟ لا هي ظاهره فعلا، وبتبقى جايه من الطفوله. يعني هو الاشخاص اللي بيبقوا مش متقبلين الهجر، او ان هم مش متقبلين ان هم يتسابوا، ده بيبقى عنده مفهوم من وهو صغير بكده. يعني حسب هو مفهومه واشتغل على نفسه ازاي. هو متعود ان هو يتقبل الاخر ويتقبل نفسه ويتقبل ان ممكن حد يقول له لا انا مش هكمل، وياخد الامور عادي ويزود ويشتغل على نفسه، ولا هو طول عمره حاسس ان هو مرفوض ومش مقبول، وبالتالي هو جعل جرح سواء بنت او ولد. انا بس عايزه افك الكلام علشان انا مش فاهماه قوي. اللي هو وهو صغير يعني طفل، مين اللي هيرفضه؟ ما هو مامته بتحبه جدا وباباه بيحبه المدرسة جدا، سواء ولد بيبقى او بنت. زمايله بيبقى فيه تنمر عليهم، بيتريقوا عليه. المدرسة انت مش نافع، انت فاشل في المادة دي، انت مش كويس، انت مش كفء. طب هنزل يا ماما اجيب حاجة، لا 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 انت الفلوس هتضيع منك، ده انت مش عارف تعمل حاجة، انت مالكش قرار، اصحابك بيضحكوا عليك، بيستغلوك. الحاجات الصغيرة دي بتحسس الصغيرين على طول بقى انه هو يعني كل قراراته مرفوضة او هو لغاية مش مقنع. ثانوي لغاية جامعة انت لا اصحابك بيضحكوا عليكي، انتوا بيتريقوا عليكي، دايما بيستغلوكي، وتفضل بقى الحته دي فيهم على طول وتستمر. وبعدين لما تقع ويحصل دروب مع صديقه ما من اصحابهم او ولد، ويلاقي فعلا ان هو كان في محط استغلال، فيحس يبتدي يصدق لا ده انا الناس بتضحك عليا، ده انا الناس مش متقبلاني. اللي هي قالت لي خد دبلتك دي هي كلها تراكمات، وانا كويس بس هي اللي مش كويسه. هي كلها احداث انه مش قادر يتقبل انه ممكن حد يقول له لا مش هنكمل، او هي فيبقى عندها انسست وعندها اصرار انها تكمل، حتى لو الشخص هي عارفه من جواها انه مش مناسب، وعارفه ان هو مش هيمشي معاها كويس، او حياتها مش هتبقى حلوه ومش ورديه، بس هي عايزه تثبت للي حواليها انها مقبوله. لان هي عايزه اضيف حاجه يا دكتوره داليا. يعني كنت بتقولي ان امه وابوه في الطفوله امه وابوه بيرفضوه. على فكره الطفل او الطفله لو العالم كله قالوا له انت احسن واحد، انت ذكي، انت شاطر، وامه وابوه دايما بيقولوا له كلمات كده مؤذيه، او انت مش نافع، والبنت دايما بيتقال لها ايه بكره لما تتجوزي ترجعي لي بعد اسبوع. الكلام ده بيلزق في يعني الام والاب هم اول حد بيدي لبنته او ابنه طريقه المشي في الحياه. خلاص ده اسلوب الحياه. في وقت بيبقوا الاهل شايفين ان ده نوع من انواع التحفيز. بالعكس ده لو انا بقول له كده علشان انا بخليه ماشي في الدنيا شايل حمل على كتافه، ده انا ما بفهمش، ده انا غبي، ده انا مش هنفع في الجواز، ده انا ماما قالت لي اللي انا بعد ما اتجوز هرجع لها بعد اسبوع. بتفضل الحاجات دي ثابته جواه. لو جوزها قال لها انت احسن زوجه في الدنيا، برضو الام والاب من الطفوله
تاثيرهم هو الاساس. ده اللي بيخلينا نشوف حالات عنف مش بس في الجواز، احيانا نشوفها في الخطوبه، والبنات تقبله وتكمل وتستمر لمجرد انها تثبت للي حواليها انها مرغوبه ومش عايزه تفسخ خطوبه، او انها مش زي ما قالوا هي مش هتنفع في الجوازه. ده وارد، بس انا بحس ان هو العنف هو نوع من انواع التواصل. يعني هو في شخص مش عارف يقول حاجه، اوكي، فهو بيعبر عنها بشكل عنيف لان هو عطلان، او يعني صلحيني يا دكتوره داليا. فبحس ان دي مساحه ان احنا بننسى ان العنف هو نوع من انواع التواصل مش صحي، مش صحي، بس ده اسلوب، بس ده اسلوب وبيخلق بقى دايره، لان عنف بيولد عنف. فانت هبقى انا عنيف عليك جسديا، او انت هتبقي عنيفه عليا جسديا، فهبقى انا باسيف اجريسيف، او اللي هو هبقى عندي كده عنف سلبي، ان هو ماشي ان شاء الله، طب انا هوريك اللي فيها تنمر شويه، مش فيها ترقيد. لو انا هرقدك ايوه لا ده اسمه في نفس تهديد ضمني، فيها تهديد ضمني مش واضح بالظبط، اللي هو تمام عايز تسيبني، تمام هبقى اوريك بقى انت، وهكذا. فده بيحصل، وده لما بيحصل بيخلق حاله من عدم الامان، لانه زي ما انت قلتي انه في النهايه في اساس العلاقه كمان احساس بالامان. يعني ان انا ابقى في بيت عارف انه شريكتي اللي موجوده في البيت ده صيناني، وان احنا مرتاحين مع بعض، وان احنا عندنا تصور لاسره ما، كل ده مريح. ده مهم قوي. حاجه كمان بس تعليقا على حته قبل كده، اعتقد الى جانب الاهل واللي حصل في الطفوله، دلوقتي بقت السوشيال ميديا هي جزء بيديلك زي فاليديشن او تقييم ليك، استحقاق ان انت تستاهل، اللي هي ان انت تستاهل تتحرك. لا بس ساعات بتعلي استحقاقي زياده عن اللزوم، وساعات تقلل من استحقاقي زياده عن اللزوم. وهو ده كمان بقى بيفرق في العلاقه، لانه بقى بيفرق في تقييمك لنفسك عامل ازاي بناء على السوشيال ميديا، على كام لايك وكام تعليق وكام. فلما بتتحط مع البني ادم اللي قدامك بتبقى هي ضغطت اوريدي على زراير حصلت ما بينك وما بينك، ما بين طفولتك وما بين علاقتك باهلك، وزراير ما بينك وبين نفسك. فلما تيجي بقى بتخش العلاقه انت شايل الزراير دي وشايل الزراير دي، انت صوره مسخ من اللي انت سمعته كله. عشان كده مش المفروض كل حاجه تيجي على السوشيال ميديا نشوفها ونسيبها تدخل جوانا، حتى لو شفناها نخليها من بره سطحيه، ما تاثرش في معتقداتنا ونظرتنا لنفسنا. الكلام سهل مش كده، لكن التطبيق ازاي يا دالي؟ التطبيق ان هو لازم يكون في للشباب، يكون في دايما توعيه. يعني انا ده اللي بنادي بيه الموضوع ده، ويمكن اتهاجمت شويه لما قلت ان احنا قبل ما نرتبط او في الخطوبه لازم نروح لحد يقعد معانا يظبط العلاقه ويظبط المفاهيم، يعني يعمل لنا تحليل كل واحد مهم. انا قلت الكلام، قلت الاختبار النفسي بس اتهاجمت. بس انا عندي راي بقى لازم يتعمل اختبار ليه. يعني انا لوحدي، انا نهى مثلا بحب ايه، عايزه ايه، محتاجه ايه. تصدقي يا نهى انا قعدت فتره مش عارفه انا بحب ايه، بس عارفه انا ما بحبش ايه يعني. فلما قلت لصديقتي كنا بنتكلم عليها من شويه، قالت لي ده مهم جدا، مش مهم ابقى عارفه كل التفاصيل يعني. انما مثلا كنت اجي اعمل فستان اقول لهم انا ما بحبش اللون الفلاني، اي حاجه تانية تمام معاك اقول لهم تمام معايا، انا ما بحبش الاكله الفلانيه، اي اكل تاني اوكي. فاحيانا يبقى مفيد اننا نعمل يعني الاثنين وجهين لعمله واحده. ان انا ما بحبش ده يبقى بحب العكس، وممكن او حاجه تقربني من الاحساس الثاني. طمنيني طب طمنيني انا بطمنك. ده طبيعي ولا لا هو فعلا محتاجه انك تعرفي برضو بتحبي ايه. يعني انت بتسيبي الموضوع المجال مفتوح. انا بحب اولادي وجوزي طبعا انا عارفه. ايوه طبعا. السؤال ده بساله للستات لما بنروح في اللقاءات، مين اكتر حد بتحبيه في الدنيا؟ ولادي طبعا. وهتقول ايه؟ جوزي وولادي. مفيش واحده فيهم تقول بحب نهى مثلا، بحب نفسي. ايوه طبعا. بقول لها تعرفي ان انت عمرك ما تعرفي تحبيهم لو ما حبيتيش نفسك. ده مهم جدا، ربنا ودي مش انانيه. لا مش انانيه، وقليل من الانانيه على فكره بيبقى صحي. قليل يعني احنا ما بنقولش انانيه المرضيه، لكن شويه انانيه يعني احافظ بيهم على كياني كده واحساسي، وهم يحبوني اكتر. يعني الكلام الكبير ده نطبقه ازاي؟ انت بداتي بقولتي ان الناس تبقى محتاجه تقعد مع حد
يساعدها تكتشف نفسها، صح مش كده؟ لازم قبل يعني لو هم في علاقه وابتدوا يحسوا ان في مشاكل او لازم يقعدوا مع حد يوجههم ازاي، كل واحد زي ما هي بتقول الاستاذه كل واحد لوحده. يعني كل واحد تعرف ايه مشاكله، ايه اللي بيحبه، ايه اللي ما بيحبوش، ايه اللي بيكرهه، ونقرب وجهات النظر. انتوا بتعملوا ده في مؤسسه عون للدعم النفسي؟ تداوي يعني مؤسسة انا ما شاء تداوي. الله محتاجه مغنيسيوم. قول لي بقى انت بتاع ايه عليكي على الوحده الصحيه تمام. قليل من اوميجا 3 لا يضر. اوميجا مع المغنيسيوم والزنك ربنا يستر لا عليك. هي عشان اسمها مش دارك شويه، لان احنا ماسكين بس تداوي للدعم النفسي. هي مؤسسه مسؤوله عن الدعم والعلاج النفسي الخيري في مصر، تشاريتي. ده حاجه مهمه جدا لان العلاج النفسي مكلف جدا 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 جدا. احنا عندنا 1800 حاله بيتعالجوا مجاني، واللي بياخدوا اللي هم الجلسات النفسيه اللي هو العلاج السلوكي الجدلي او المعرفي، وده مش متواجد في الاماكن الحكوميه. ايه الجدلي وايه المعرفي بقى؟ هو بيتعامل مع المشاعر عشان ابسطها. والله هتبسطها لك. الجدلي والمعرفي، الجدلي بيشتغل على المشاعر، والمعرفي بيتعامل مع معرفته ومعارفه ويعرفه بالزياده على نفسه اكتر، بس بدون دخول في تفاصيل يعني سايكولوجي كتير، والناس تبقى اسهل بالنسبه لها. ولكن هم طريقتين ممكن تمشي مع اي حد، يعني ممكن اشتغل مع واحد معرفي وممكن اشتغل مع جدلي وممكن اشتغل مع الاثنين، ما تفرقش. طيب المهم نوصل للنتيجه. مينا، انت بتستخدم الفن في توعيه الناس وبتشوف حاجات كتيره، لدرجه كنت لي انا شفت اشكال من العنف وانت شايف ان ده برضو نوع من انواع التواصل بس الغلط. انا نفسي ما كنتش اعرفها. زي ايه؟ انا بس هو السينما او الفنون عامه هي مش هدفها الاساسي هو التوعيه. هي هدفها ان هي بتحكي حواديت وبتطرح اسئله. فالفكره ان الناس انتوا في ميد فاست اللي هي ملتقى سينمائي ما بين الصحه والافلام. جميل قوي قوي قوي. ده اللي كان نفسي اعمله. طب يلا ان احنا نوصل ان احنا نوصل بالفن ان نوصل الفكره، لانه الكلام الكبير ده اللي زي ما حضرتك بتقولي اللي ما حدش بيفهمه بسهوله، الفن بيبسطه. ما هو حلاوه شاي بلبن اننا نقعد مع اصحابنا علشان اولا نستفيد من بعض، ثانيا نشوف ممكن نعمل ايه مع بعض. فقول لي فوقتها الناس لما بتتفرج على، لو انا جيت قلت لحد انت عنيف، هو وقتها هيقول لك لا يا معلم انا مش عنيف، ده اول حاجه. لكن لو انا عمري ما مديت انا عمري ما عملت حاجه، لكن لما هو يتفرج على حد من بره وقتها هو هيرجع يسال نفسه اسئله، هو انا بعمل اللي انا بعمله ما دام ما حدش وجه له كلام، لان هو بيحكي حدوته حد تاني، ما حدش بيوجه له كلام ذاتي. مع مناقشه تانيه ممكن تحصل قدامه ما بين اتنين تانيين، فرصه ان هو يسال نفسه عن قناعات ده بتختلف. فهو الهدف من ماد فاست ان احنا بنعرض افلام بجوده فنيه عاليه جدا، لانه الافلام حلاوتها ان هي تاخدك عوالم مختلفه وتبقى ممتعه طبعا. فالامتاع بيخليكي انت عندك استقبال اكتر، بتسالي نفسك اسئله اكتر، بتشوفي مشاعر، كل التحركات دي خليكي ان فعلا يبقى في تغير مجتمعي، لانه ده اللي بيشكل الوعي الجمعي بتاعنا. احنا بنفكر ازاي يعني احنا مثلا لو جبنا ناس، اي حد بيشرب شاي بلبن وشه بيحمر، هتلاقي كل الناس بينه وما بين اللي هيبطلوا، اللي عايزه وشها يحمر بس هي اللي هتشرب شاي بلبن. مظبوط. ففي حاجه بتتحرك مع المجموعه لو اتكررت في الدرامات باشكال مختلفه. بس انت مين اللي بيعمل لك افلام؟ يعني بتجيب الافلام منين؟ احنا بنعمل، بتفتح مسابقه والناس احنا بنفتح مسابقه والناس بتقدم، بنبعت للموزعين، بنروح نزور مهرجانات. يعني انا كنت لسه في مهرجان كان بنشوف برنامج الافلام القصيره، ايه الافلام اللي مناسبه، وبنبعت ده للجنه البرمجه. يعني احنا لحد دلوقتي النسخه الجايه بتتكلم على العلاقات. هتبقى من 12 ل 15 سبتمبر. تعالوا حلوه دي بقى لما تظهر في العلاقات. احيانا بيبقوا في بعض الناس زي ما حصل مع خلي بالك من زيزي. احنا الموضوع ده منتشر جدا، فرط الحركه وتشتت الانتباه، اللي هو بيقولوا عليه الاي دي اللي هو البالغين مش الصغيرين. الموضوع ده منتشر جدا، وبيجوا يتجوزوا بعض وهم مش عارفين ان هم الاثنين فرط وتشتت او العكس. هي عندها تشتت والتاني عنده فرط وتشتت، والاثنين بيتجوزوا. طيب احنا اتكلمنا كتير قوي على التشخيص، ماشي؟ فكل واحد يقول لي كده اعمل ايه، يعني لما ايه يوجعني اعمل ايه، اروح فين؟ فنهى انت بتشتغلي مع الشباب المقبلين على الجواز او اللي بيتجوزوا وحديث الجواز اللي ممكن يحصل بينهم مشاكل كتير.
علشان العلاقات تبقى صحيه المفروض يعملوا ايه؟ ولو الموضوع محتاج مساعده يوصلوا لكم ازاي؟ في ناس عندها مشكله في الماضي، والماضي دلوقتي صعب نرجعه. مظبوط. فاللي بقول لهم عليه بقى، اللي بقول لهم حاولوا تسامحوا الاشخاص اللي سببوا لكم مشكله في الماضي. أيوة. لان المسامحه دي هي اول ان انا ارتاح مع نفسي. في ناس تقول لك لا مش قادره اسامحه، انا عايزه افضل كده على طول. عايزه بكرهه، عايزه المسامحه دي ليكي انت مش ليه هو. هو مش هيستفيد من مسامحتك او انتقامك، صحيح. لكن انت اللي هتضري او يعني او ترتاحي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الناس لازم تتكلم كتير. تتكلم كتير كلام حقيقي، مش كلام يعني كلام تعبر بيه عن نفسها وعن اللي جواها وهي حاسه بايه. وبعدين الجمله تبقى واضحه. يعني الستات دايما مشهورين بجمله ايه؟ لا هو لو مهتم كان فاهم. لا يا أنا نهار عندي قاعده أبيض، يا بتاعت نهار أبيض. الاهتمام بيطلب وبيتغنى على الرباط. يا ستي قولي، انا بقول لها قولي جمله مفيده. صح. انا عايزه كذا، صح. انا زعلانه من كذا، انا زعلانه عشان كذا. ليه هتخسري ايه لو قلتي الجمله كامله؟ يعرف لوحده ليه هيفتح المندل. ونفس الكلام بالنسبه للرجاله طبعا، لان الصمت الرهيب اللي بيعيشوا فيه اول ما بيرجعوا من الشغل طبعا المصطلحات الرنانه، الصمت العقابي والصمت. لا لازم الناس تتكلم. دي انا بشوف ان ده الحل. انت يا بالهول ببساطه شديده اتكلموا. اعتقد ان المشكله بشكل كتير قوي هتتحل. ولو ما اتحلتش يقول يعني. ايوه ما بيجوا بعد كده. المجلس بقى القومي للمرأة، عشان برضو نقول ان يوصلوا لنا ازاي. الوصول لنا سهل جدا، احنا موجودين في 27 محافظة. ورقم ولينا رقم خط ساخن اللي هو 15115. اي بقى مشكلة عند الست، عند أسرة، يتصلوا بيها واحنا ان شاء الله نعرف نوجههم او نوصلهم حتى لمختص يقدر يساعدهم. صحيح. دكتورة قولي لي برضو الحلول علشان نقدر نساعد الناس، ولو ما عرفيش يساعدوا نفسهم يجولكوا او يروحوا فين؟ الحلول ان هم لما الشخص يحس ان هو خلاص اتكلم زي ما بتقول الدكتوره، اتكلم وبيعبر ومش قادر يسامح، لازم يطلب المساعده. لازم حد يساعده، ويكون حد متخصص. صح. معالج متخصص، مش لايف كوتش. لازم يكون خريج علم نفس. جميل. لانه في بعض امور بيبقى اللايف كوتش مش قادر يوصل لها. صحيح. فلازم يكون خريج معالج او اخصائي نفسي عارف ازاي يتعامل ويفهم يجي على النقط ازاي والمشاعر ازاي، هو ليه مش قادر يسامح وايه الحاجات اللي جواه. فلازم يطلب المساعده. طب مينا، في ناس بتتكلم واحنا عمالين نقول لهم اتكلموا ونشجعهم يتكلموا، بس ساعه ما بيتكلموا بيسكوا. ايه الحل بقى؟ لا ما عنديش حل، هيتسكوا خلاص. لا انا يعني انا بس الحاجه اللي هقدر يعني حد يقهرهم كده، هو انت صغير، هو انت لسه فاكر. يعني انا بحس انه دي اصلا دي بنت على علاقه مش سليمه، انه لانه انها فجاه افاجئ بده في اخر العلاقه، حاسس انه لا هما كانوا محتاجين مساعده من زمان. بس انا في جزء تاني انا مهتم بيه، انه العلاقات مش زي السينما. لانه الناس بيبقى عندها تصورات علاقات رومانسيه للغايه. ايوه. بتخلص عند وردية. كلمه النهايه لما بيجري ناحيه البحر وبيمد ايده. بس هو الحقيقه لا، الحقيقه ان العلاقه هي شغل مستمر، شغل عليك، شغل على الطرف الاخر، تشتغلوا مع بعض علشان العلاقه دي تنجح. احنا العلاقه مش حاجه ورديه في تصوري. صحيح. والسينما احيانا بتصدر صوره مش حقيقيه او رومانسيه. يعني حتى كمان فكره رومانسيه الاشياء او رومانسيه المرض او رومانسيه انه بنصدر ان الحاجه تمام ولازم وهتمشي عادي، ده مش بالضروره يبقى صح حاجه. فالواقع بتاع العلاقات هو واقع محتاج شغل. ده مهم جدا. فكرتني بالقصيده بتاعت نزار قباني اللي غناها كاظم الساهر لما قال الحب مواجهه كبرى، ابحار ضد التيار، صيب وعذاب ورحيل الى الاقمار. هو امتع حاجه في الدنيا، بس ما بيجيش هديه. يعني في مجهود وفي شغل وادينا شفنا اهو. نشتغل على نفسنا زي الفل، محتاجين مساعده وحاسين ان احنا مش عارفين نشتغل على نفسنا، عندنا مينا ونهى ودكتوره داليا اللهم بلغت اللهم فشل. انا تعالوا اتفرجوا على افلام. ايوه انا مش بتاع علاج يا جماعه. امتى وفين؟ من 12 ل 15 سبتمبر في الجامعه الامريكيه اللي في القاهره، اللي في ميدان التحرير. وبعد لا مش في جريب، في الجامعه نفسها اللي في ميدان التحرير.
وكمان احنا بعد ما هنخلص في القاهره بنعمل عروض في محافظات مختلفه. يعني احنا حاليا شغالين في 7 محافظات وان شاء الله هنوصل لمحافظات اكتر. عايزه اقول كمان يا دكتوره، المجلس القومي للمراه مش بيساعد يا حبيبتي يا دكتوره يا حبيبتي المجلس مش بيساعد الستات بس، يعني احنا المجلس القومي للمراه، لكن احنا بنساعد الاسره، بنساعد الاطفال، بنساعد البنات، بنساعد الرجاله. والله احنا دلوقتي بنشتغل على الاسره كلها، رجاله ستات بنات اولاد اطفال، يعني ده هدفنا الحقيقه. المجلس القومي للاسره. ايوه ما تسكتيلوش. ده حقيقي. لا حقيقي. اشوفكم الحلقه الجايه مع اصحابنا واصحاب اصحابنا وعائلتنا كلها في قعده شاي ان شاء الله.